هنفرد بقى العجينة على دقيق ذرة. احنا مش بنفرد عجينة البيتزا على الدقيق الأبيض العادي، لا احنا بنفرده على دقيق ذرة أصفر أو أبيض. هنخلي سمك العجينة حوالي نص سنتي، وهنتأكد بعد الفرد انها على نفس مقاس الصينية اللي هنحطها فيها. هنفرد العجينة كويس في الصينية ونساوي الأطراف، وهنحط بقى معلقتين من صلصة البيتزا، وتأكدي ان الصلصة قوامها تقيل علشان ما تبقاش صيصة كده وتخلي العجينة طرية ومعجنة منك جوه الفرن. هنبتدي بقى نحط باقي الإضافات. هننزل بقى بشوية جبنة رومي مبشورة، وكمان بسطرمة دي انا فرماها في الكبة علشان تبقى توزيعها كويس قوي، تبقى فرافيت فرافيت كده وتتوزع معانا كويس على كل اجزاء البيتزا بتاعتنا. هننزل بقى بالجبنه الموتزاريلا، ولازم تكون الجبنه بدرجه حراره المطبخ، ما تبقيش لسه مطلعاها من الفريزر وتحطيها على وش البيتزا بتاعتك. وهنرش بقى شويه فلفل الوان، اللي عندك استخدميه، اصفر احمر اخضر، عندك الثلاث الوان استخدميهم. وكمان هنستخدم زيتون اخضر او زيتون اسود. هندخلها الفرن على اعلى درجه حراره، هتقعد حوالي 7 دقايق في الرف الاخير خالص اللي هو القريب من النار. وبس كده، احلى بيتزا هتعمليها في البيت. شايفين مطه الجبنه عامله ازاي؟ جميلة جدا جدا واقتصادية جدا جدا لو عملتيها في البيت. لينك الفيديو كامل هسيبهولك في أول كومنت مثبت تحت الفيديو. لو عجبك الفيديو لايك سبسكرايب لصنع في المطبخ مع أميرة الطاهر. شكرا للمشاهدة.